السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. لو ما تعرفنيش، معاك مصطفى محمد، ثانوية عامة 23 وحاليا طب بشري. ويلا بينا نبدأ. معسكر المراجعة ولم المنهج بعد المعسكرات اللي فاتت والناس الكتير اللي قالت ان هي استفادت بيها وقالت لي ان احنا نعمل معسكر اخير، فده يعتبر اهم معسكر هتعمله، لان دوت اللي هيلم لك المنهج حتى لو انت لسه ما بدأتش. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناة ويلا بينا نبدأ. تفاصيل المعسكر ان هو هيبقى مدته 15 يوم، هيبدأ يوم 24. احنا النهارده الفيديو ده هينزل يوم 23، لو عايز تبدأ فيه من النهارده تمام، بس المعسكر دوت المفروض الطبيعي بتاعه يبدا يوم 24. وقبل ما اقول اي تفاصيل، لو انت بتسمع الفيديو دوت في اي وقت في اي يوم، حتى لو اليوم عدى 24، حتى لو يوم 5 6، ابدا برضو واعمل الفتره اللي فاضله لك عشان تلحق تلم اي حاجه في الفتره ديت. مش شرط ان انت تبدا من الاول، المهم ان انت تكون بدات. تفاصيل المعسكر ان انت تذاكر 3 مواد في اليوم. مده المذاكره هتبقى 18 ساعه، وهتقسم ال 18 ساعه ل 3 جلسات. كل جلسه هتذاكر فيها ماده وتحلها. طب اليوم هيتقسم ازاي؟ اولا هنبدا اليوم بتاعنا من الساعه 4:30. هتصحى الساعه 4:30، عقبال ما تصلي وتفوق وتفطر هتكون الساعه جت 5. تكون صليت وقريت الاذكار بتاعتك. مهم جدا الصلاه، ما تبداش مذاكره من غير ما تكون صليت الفجر. بعد الصلاه ابدا مذاكره. هتبدا من الساعه 5 لحد الساعه 11. هتشوف المواد اللي انت محتاج تذاكرها، لان انت في ناس سالتني فين الجدول. طب ما هو انا ما ينفعش اقول لك مثلا هتذاكر ماده كذا وماده كذا، ما انت ممكن تكون انت الماده دي كويسه والماده دي وحشه. انت بتحدد المواد بتاعتك. كل اللي عليك ان انت تحدد المواد، وانا حاطط لك النظام. حط بس المواد بتاعتك في النظام. فانت هتذاكر من الساعه 5 لحد الساعه 11 كده. دي اول جلسه. اول جلسه ديت هتذاكر مثلا، اولى هتذاكر فيزياء. هتراجع فيها مراجعه سريعه وتبدا حل. مده المذاكره مثلا هتبقى ساعتين مراجعه واربع ساعات حل، ممكن 3 و3. بس لازم تحل، ولازم تحل كويس قوي. اي حاجه تذاكرها حل عليها. الكلام ده لو انت ما كنتش خلصت المراجعه، انما لو خلصت المراجعه يبقى انت ممكن تراجع حاجات بسيطه او ما تراجعش وتبدا حل الشوامل على طول لو انت مخلص مراجعه. انما لو انت ما خلصتش مراجعه، راجع وحل عليها. طب في ناس هتقول لي طب انا ما بلحقش اخلص الماده في 6 ساعات. ما هو انت مش هتخلص المنهج، انت هتاخد جزء معين هتذاكره وتحل عليه بس مراجعه سريعه. يعني مثلا في فيديوهات نازله دلوقتي على اليوتيوب ونازله من زمان لمدرسين كتير جدا. هو مثلا الباب ممكن يشرح في 4 ساعات. اسمع على مثلا 1.5x2 على حسب ما انت بتفهم من السرعه، وخلص الفيديو وحل على الجزء اللي انت ذاكرته. مش شرط ان انت تقعد تذاكر الباب في حوالي 20 ساعه، انت لازم توفر وقتك كويس قوي. يبقى كده خلصنا المراجعه وبعد كده حلينا. تيجي في الجلسه الثانيه من الساعه 11 لحد الساعه 5. دي الجلسه الثانيه هتجيب ماده ثانيه، ما ينفعش تكمل في نفس الماده الاولى. امسك الماده الثانيه حتى لو انت ما كنتش خلصت الجزء اللي انت محدده في الماده الاولى. تبقى ده عقاب ليك اللي انت ما بتنجزش نفسك. لازم تحدد وقت الفتره ديت انا هخلص فيها، يبقى انت بتلتزم بالفتره دي. ولازم تكون فتره واقعيه. يعني ما تقوليش انا مثلا في ال6 ساعات دولت هذاكر الفيزياء. انت بتحدد حاجه معينه وعارف ان انت ممكن تقدر تخلصها. ولازم طبعا تبعد كل المشتتات عنك، سواء بقى موبايل، تلفزيون، تقعد في مكان هادي، كل حاجه. تبدا الجلسه الثانيه من الساعه 11 لحد الساعه 5. هيبقى نفس النظام، هتراجع وبعد كده تحل. بس ده الكلام في الماده الثانيه. يبقى انت كده دي تاني ماده تذاكرها. في ناس كانت بتسالني طب وقت الصلاه والحاجات دي، انت اول ما الاذان ياذن تقوم تصلي، مش هتحس بوقت الصلاه. يعني لو الصلاه لو انت بتصليها في وقتها مش هتحس ان هي بتاخد وقت منك في اليوم. اول ما الاذان ياذن تسيب كل اللي انت بتعمله، مهما كنت بتعمل ايه، كنت بتحل فاضل لك سؤال ومكملتش حله، تسيب السؤال وتروح تصلي وترجع تكمل. وطبعا ما تنسوش الدعاء. يبقى كده خلصنا تاني جلسه بتاني ماده. يبقى كده احنا ذاكرنا مادتين في اليوم، 6 ساعات و6 ساعات. جت الجلسه الثالثه، بس انت صاحي من الصبح بدري ومش هتعرف تركز، فمعاك ساعه بريك تعمل فيها اللي انت عايزه. بس بلاش ان انت تقعد عليها على الموبايل، لان الموبايل هيسحب وقتك وهيخليك مش مركز. اعمل اي حاجه تانية. مثلا عايز تتمشى شويه، تعمل اي حاجه. الساعه دي لو انت عايز تقسمها ما بين الفترات، ان هو نص ساعه هنا ونص ساعه هنا، بدل ما تاخدها ساعه على بعضها، تمام. بس الفكره ان انت ليك ساعه بس في اليوم. كده ذاكرت 3 مواد في اليوم، ذاكرت 18 ساعه في الاسبوع. تكون ذاكرت كميه كبيره وحليت كميه كبيره برضو، لان انت متخيل ان مثلا انت بتقول ال3 ساعات مش هتعرف تحل فيهم كتير. لا، بيتهيألك انت مع التكرار بتاع الحل انت ممكن تحل الشامل في ساعه. بس مش بقول لك دلوقتي مع التكرار، يعني في الفترات الاخيره، لان انت بتحل اسرع. لان في اسئله كتير جدا بتبقى انت خلاص اتعودت عليها، فبتحل اسرع من الطريقه اللي انت بتحل فيها دلوقتي. يعني انت لو كنت بتحل في 3 ساعات ممكن تحل في ساعه بعدين، بس مع التكرار والحل الكتير. وبجد يا جماعه ما تخلوش اي حاجه تحبطكم. حتى لو الوقت خلاص خلص وقربنا على الامتحانات، ما تخلوش اي حاجه تحبطكم. انا عامل المعسكر دوت لفتره معينه علشان يبقى معاك يومين او 3 ايام للمواد الغير مضافه، وهنزل لكم فيديو ان شاء الله بكره او بعده عن المواد الغير مضافه وتعمل فيها ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي انت هتحل منها وتذاكرها منين. فما تشيلوش هم المواد الغير مضافه، لان في ناس كتير جدا سالتني عن نقطه المواد الغير مضافه ابدا اذاكرها امتى. فزي ما قلت، ما تخليش اي حاجه تحبطك. حتى لو كان صاحبك او المدرس بتاعك او اهلك او اي حاجه حواليك، ما تخليش اي حاجه تحبطك. انت تقدر، طالما انت نفسك في حاجه انت تقدر تعملها. بس انت بس اللي ممكن تكون بتتباطأ شويه. بس طالما انت تخيلت نفسك في مكان، يبقى انت تقدر تعمله اصلا. في نقطه، في ناس بتقولي في الكومنتات انا حلمت ان انا هجيب مجموع وحش. طب انا كنت ممكن ارد عليكم دلوقتي واقول لك انا حلمت ان انا بطير، يبقى انا كده بعرف اطير؟ ده حلم. حلمت ان هو نايم. فما تاخدوش الكلام دوت اللي هو يبقى انا كده مش هعرف اجيب وانا خايف من النقطه ديت. لا، ما تتخيلش. ده بيبقى الشيطان جايب لك بوساوس عشان يحبطك ان انت تكمل. انت كل اللي عليك السعي، ما تقعدش تفكر في النتيجه دلوقتي. كده كده انت هتمتحن.
فاجهز للامتحان، مالكش دعوه بقى بالنتيجه انت هتجيب كويس ولا هتجيب وحش، ديت تبقى نصيب رزقك من عند ربنا ان انت اخدت في الامتحان دوت الدرجه ديت، والخير بتاعك في مكان معين، انت بتتوجه للخير بتاعك. يعني انت مش ان انت بتقعد تقول مثلا الخير بتاعي هنا، انت ما تعرفش خيرك فين. فما تخلوش اي حاجه تحبطكم، وركزوا في الفتره ديت وابعدوا عن اي مشتتات سواء كانوا صحاب او اي كلام سلبي. ابعدوا عن كل حاجه، وحاول يبقى في صوت دوشه خفيف جنبك، يعني مثلا تفتح الشباك او اي صوت او حد يكون قاعد جنبك وانت بتحل شوامل. النقطه دي هتفرق معاك في اللجنه. واي حد عنده مشكله ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات، او يبعتها لي على الانستجرام لو مش عايز يكتبها في الكومنتات، او برضه يبعتها لي على لينك صراحه ببقى حاطه على الانستجرام، ممكن تبعتوها لي لو انتم مش عايزين يبان مين الشخص اللي بعت الكلام. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، يا رب تستفادوا منه، وان شاء الله هنتابع مع بعض النظام ده كامل على جروب التليجرام، وهكون انا بتابع معاكم كل يوم، وهنزل لكم نصايح في النص كده على جروب التليجرام. فما تنساش تخش جروب التليجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن، وبرضه ما تنساش تتابعنا على الانستجرام، هتلاقي لينك برضه تحت في الديسكربشن. تبعت لي اي مشاكل، وبنزل ستوريات عن الجامعه وعن حاجات كتير ممكن تفيدك، وعن منح معينه ممكن تاخدها. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان عايزين نوصل 10000 متابع في اقرب وقت.